عايزين تعرفوا أنا وصلت هنا إزاي؟ الموضوع بدأ لما دخلت مركز الجلدية في أندلسية. كان عندي شوية مناطق زايدة، خسستها بجهاز ألتر، فبقيت موديل إعلانات. فالعرسان زادوا جامد، فزهقت من قصص الحب الفاشلة، فاتجوزت صالونات وولدت قيصري، فطلع لي ستريتش ماركس مكان الولادة. راحوا بجهاز سيكريت RF، فرجعت أحلى من الأول، فقلت أنا هعلي على جمالي، فعملت فيلر وبوتوكس، فبقيت إعلامية، واختاروني سفيرة للنوايا الحسنة، فشلت الحسنة بالليزر. بس بعد ما وصلت لكل ده قررت أكتشف نفسي أكتر، فاكتشفت إن عندي بهاء، بس بجهاز الإكزايمر الموضوع بقى أحسن، وده خلاني أدي كورسات رحلتي من البهاء إلى الهناء، وبقيت إنفلونسر قد الدنيا، وخدت جايزة المرأة المثالية. بس المثالية ما بتدومش كتير، فعملت التاتو، فما عجبنيش التاتو، فشلت التاتو بجهاز كيوس واتشت، فبقيت بلوجر وموديل ومذيعة وبلف العالم وأم مثالية وسفيرة للنوايا الحسنة. ما أنا ما كنتش هعمل أي حاجة من اللي قلتها دي إلا في مكان فيه خبرة وواثقة فيهم 1,000,000%. ما هو في أندلسية دخول مركز الجلدية مش زي خروجه.